تعالوا بقى هنعمل النهاردة أكلة حلوة قوي، أكلة بجد خطيرة تنفع كده على الفطار في رمضان أو حتى على السحور. هنعمل النهاردة كفتة مع الخضار والرز الأبيض، حاجة كده بتشبع وطعمها كمان في منتهى اللذاذة. هنعمل النهاردة الخضار مع الكفتة مع الرز، أكلة اقتصادية وسهلة موفرة، مش هتاخد وقت ولا مجهود. هنضاعف كمان كمية الكفتة وهتبقى الكمية كبيرة كده وتكفي وتشبع، وهنعملها بسرعة جدا. قبل ما أبدأ معاكم وصفتي، لو أول مرة بتشوفوني أنا عزة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناة وكمان تحطوا لايك للفيديو. هنبدأ وصفتنا على طول وهقول لكم ازاي عملنا الكفتة وازاي كانت الكمية كبيرة وبنضاعف كمية الكفتة. هنا معايا ربع كيلو من اللحمة، وكمان معايا بصلة كبيرة فرمتها ناعم جدا او بصلتين متوسطين. كمان معايا الخضرة اللي هي كزبرة وبقدونس، ودي طبعا بتضيف للكفتة طعم حلو قوي. معايا كمان المكون اللي هيزيد كمية الكفتة، البطاطس. هنا معايا بطاطساية متوسطة بشرتها ناعم قوي قوي بالشكل ده. كمان معايا التوابل اللي هنحطها على الكفتة واللي هتخلي طعمها حلو قوي. معايا فلفل وملح وبابريكا مدخنة وبهارات الكفتة. معايا كمان ربع معلقة من القرفة. معانا كده الحاجات بتاعة الكفتة اللي هتخلي الكفتة معانا تزيد كميتها وكمان طعمها بيكون حلو قوي. هنحط بقى على الكفت على اللحمة البصل المبشور، وكمان هنضيف التوابل الجميلة بتاعتنا اللي هتضيف للحمة كده طعم حلو قوي. كمان هنحط الخضرة اللي فرمناها ناعم قوي في الكبة، الكزبرة والبقدونس، وعبارة عن معلقتين بس من الخضرة. هنضيف كمان بقى البطاطس، بس قبل ما نضيف البطاطس هنعصر البطاطس كويس قوي من اي ميه، يعني هنصفي البطاطس قوي من الميه، مش عايزين اي ميه في البطاطس طبعا عشان هو مبشور ناعم قوي فبيكون في ميه كده، فاحنا هنصفي الميه كويس قوي من البطاطس قبل ما نحطها على الكفته. بالشكل ده هنحط البطاطس على الكفتة واللي بتضيف طعم حلو قوي للكفتة. يعني عايزة اقول لكم ان البطاطس مش بس بيضيف طعم حلو للكفتة وبيزود الكمية، بيخليها كمان هشة وطرية ومتماسكة. هنعجن بقى الحاجات دي كلها مع بعضها كده. هنعجن بقى عجينة الكفتة كويس قوي، وطبعا هنعجنها وقت مش قليل علشان تبقى معايا الكفتة كده متماسكة وما تفكش مني وانا بسويها. يعني هنعجنها كويس قوي لحد كده ما انسجة اللحمة كده تبان في ايدك وتحسي ان الكفتة كده بقت عجينة يعني قوية كده متماسكة. بعد ما هنعجن الكفتة كويس قوي هنشكلها طبعا على شكل كور كده، وهنحطها في الفريزر شوية علشان برضو ما تفكش معانا واحنا بنسويها. وهي كده كده مش هتفك ولا حاجة، لان زي ما انتوا شايفين كده عجناها كويس قوي بالشكل ده لحد كده ما الكفتة بقت متماسكة معايا. شايفين العجينة بتاعت الكفتة عاملة ازاي بالشكل ده؟ بتكون متماسكة ومش بتفك ولا اي حاجة. بعد كده هنشكلها بقى كور كده صغيرة على حسب رغبتك، ممكن تشكليها برضو صوابع مفيش مشكلة، لكن احنا هنا هنشكلها كور كده صغيرة وبتتشكل بمنتهى السهولة ولا بتفك ولا بتلزق ولا اي حاجة. طبعا الاضافات اللي اضفناها للكفتة زودت الكمية واضافت ليها طعم حلو قوي، بتخلي طعم الكفتة حلو قوي بجد. يعني البطاطس اضاف للكفتة طعم بجد خطير. هنا كمية الكفتة زادت معايا كده بالشكل الحلو ده، وطبعا الربع كيلو وصل لأكتر من نص كيلو من الكفتة. بالشكل ده كانت الكفتة معايا. هنحطها بقى في الفريزر لو حتى بس ربع ساعة لحد كده ما تبقى متماسكة و ما تفكش معاكي بقى وانتي بتسويها. يعني طبعا خطوة الفريزر دي مهمة، او حتى حطيها في التلاجة بتكون معاكي متماسكة ومتشمعة كده بالشكل ده. هنا كانت كمية الكفتة ما شاء الله حلوة قوي. هنا بعد ما الكفتة بقى خرجتها من الفريزر بالشكل ده، بدأت هنا احطها بقى في شوية زبدة كده واديها لون خفيف كده على النار قبل ما نحطها في الخضار. بالشكل ده كانت الكفتة.
شايفين كانت ريحتها حلوة قوي بجد، كانت ريحتها خطيرة. هنقلب بقى الكفتة كويس كده لحد ما تاخد لون كده، وبعد كده هنضيف الكفتة القمر دي للخضار بتاعنا، واللي هتخلي الخضار طعمه في حتة تانية خالص. يعني عايزة اقول لكم ان الكفتة بتضيف للخضار طعم بجد حلو قوي. يعني كده الكفتة مع الخضار ميكس خطير بيخلي الطعم كده في منتهى اللذاذة. هنغرف بقى الطبق الجميل بتاعنا، وهنا كان معانا احلى طبق خضار مع الكفتة والرز الابيض، حاجة كده بجد طعمة جدا في منتهى اللذاذة. ده كان الفيديو، دي كانت وصفتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تتابعوني وتشتركوا في القناة، وكمان تحطوا لايك للفيديو.